فيلمنا بيبدأ مع شاب اسمه جين بيكون طالب في كلية الحاسبات، وبنعرف انه الابن الوحيد لأمه وأبوه. بتكون حالتهم المادية وحشة جدا، وبيكون أبو جين عاجز عن العمل بسبب انه اتبرع بالكليتين بتوعه زمان لابنه جين وهو صغير. وبيبان ان جين دايما حزين ومتضايق لانه بيكون حاسس انه السبب في فقرهم، وبيفكر انه ياخد قرض ويشغل الفلوس اللي هتطلع له، لكن البنوك الكورية بترفض انها تدي فلوس للفقراء، وعلشان كده قرر يروح لمكتب أستاذ جانج، وده شخص بيساعد الفقراء انهم يقدموا على قروض ويتوافق عليها عن طريق انه بيغير شكلهم وبيعمل لهم شهادات مزورة، وبيقدر يقنع موظف البنك بالقرض ده، وكل ده بمقابل عمولة من البنك. وفعلا بيعمل كده مع جين، وبيتوافق على القرض بتاعه اللي بيكون بقيمة 30,000 دولار، وهيكون نصيب جانج 9,000 دولار. وبيتفق جين مع واحد تبع جانج انه هيسلم له العمولة اول ما الفلوس تنزل في حسابه بعد 3 ايام.